مساء الخير. إن شاء الله الصوت يكون جيد. بناء على طلب السادة أعضاء موقع يوتيوب، بدنا نحكي عن المعركة الجوية اللي صارت، أو المعارك الجوية اللي صارت بين الباكستان والهند بالآونة الأخيرة. سابقا طبعا النزاع قديم على إقليم كشمير. المستعمر البريطاني تعمد هو والمستعمر الفرنسي بفترة استعمارهم لعدد كبير من الدول إنه يقسم أجزاء من هذا الوطن يتركه هون، أو أقليات هون أو أكتريات هون، مشان يكون جاهز دائما يحرق الأرض ويشعلها حروب أهلية بأي مكان أو حروب مناطقية. وهذا السبب هو إقليم كشمير المسلم المتنازع عليه اللي أخذته الهند. بالنتيجة صار سابقا معارك جوية. المعركة الجوية الأشهر قبل هالمعركة هي كانت صارت بين طائرات الميج 21 بايسون. الميج 21 بايسون هي أحدث طراز أنتجه الصناعات الجوية الروسية، طائرة مطابقة للميج 21 بيس، نفس المحرك لكن فيها رادار أقوى وتجهيزات إلكترونية أفضل وصواريخ مداها أبعد. استطاع السلاح الجوي الباكستاني أيام الطائرات الإف 16 وصاروخ AIM 120 الأمرام إنه يسقط أول طائرة، وأسقط طائرة تانية من مسافة ما يعادل 90 كيلومتر اللي هي سوخوي 30. وقامت الدنيا ولم تقعد على سقوط الطائرة سوخوي 30 باعتبارها مقاتلة سيطرة جوية، لكن لا يعفي أي طائرة مهما كانت من الثغرات الإلكترونية. عاد النزاع حاليا قريبا بالأيام الماضية. الهند الفترة الماضية تزودت بطائرات رافال اللي ممكن تقلع من حاملات الطائرات وتهبط فيها بتجهيزات إلكترونية عالية، مع رادار يصل المدى لا ما يزيد على 380 كيلومتر كشف، ويتتبع عدد كبير من الأهداف مع إمكانية القبض والإطلاق على أكثر من هدف، مع الصاروخ الأوروبي ميتيور اللي يصل مدى لل 110 كيلومتر، مع صواريخ الماترا ماجيك اللي الحرارية، مع تجهيزات إلكترونية إسرائيلية من الصناعات الجوية الإسرائيلية للطائرات الهندية، مع دعم تقني كامل من إسرائيل. اللي حدث إنه بعد نزاع صغير في منطقة كشمير، قامت القوات الجوية الهندية بمحاولة اختراق الأجواء وقصف بعض الأماكن داخل باكستان. صارت معركة جوية بعيدة اسمها BVR، تسمى بعلم الحروب الجوية. BVR هي المعركة الجوية خارج النظر. كانت الطائرات المشتركة بالأمر هي الطائرة J-10 الصينية اللي هي مقاتلة استورد منها مصر الشقيقة والباكستان، وطائرات جي بي 17 الجيل الثالث اللي هي تصنعها باكستان. الحقيقة سقطت 3 طائرات رافال بطريقة غريبة جدا من مسافة من 110 كيلومتر ل 130 كيلومتر. سقطوا 3 طائرات رافال، وأتبع معركة جوية سقطت فيها طائرة ميج 29 وطائرة ميراج 2000. وكانت معركة خارج النزهة الهندي. يبدو أنه الإنذارات الجوية اللي عم يتبجح الصانع الإسرائيلي إنه من أفضل أنواع الإنذار الجوي بيزود طائراته فيها، كانت عقيمة قدام التطوير الصيني اللي استخدم صاروخ BL-15 اللي يعادل الأمرام الأحدث اللي مدى أكثر من 120 كيلومتر، لكن بمصداقية عالية على ما يبدو الصانع الصيني فرض كلمته. ومثل ما الصين عم تكون هي دواء ضد الاقتصاد الأمريكي والبديل له، عم يكون السلاح الصيني له مصداقية عالية. هالمعركة راح تقلب موازين القوى بشكل كبير. أول شيء بسوق السلاح وتصدير السلاح، بسبب أنه السلاح الغربي ضريبته السياسية عالية وأسعاره عالية، لكن يبدو أن الصين راح تكون سيد صناعة السلاح القادم. وطبعا مثل ما عهدونا الطيارين الباكستانيين لما كانوا بأراضينا
أول ما تدرب الطيارين الباكستانيين على الميج 21 بسرب بمنطقة الضمير أو بمطار ضمير بسوريا. تدربوا هنيك مع طيارين سوريا بسرب 54 اللي تشرفت بالطيران مع طيارين اللي طاروا معهم، وكانوا طيارين بكل معنى الكلمة، طيارين باسلين. وفي توأمة بين سلاح الجو السوري كانت وسلاح الجو الباكستاني بالتدريب بالخبرات. كان سلاح الجو السوري ملزم بإنذار الباكستان بأي طيران إسرائيلي يأخذ منحى بعيد في البحر باتجاه أي اتجاه خوفا من مهاجمة المنشآت النووية الباكستانية. وكان هذا بروتوكول أظن ما زال يعمل به إلى الآن في سوريا. شكرا جزيلا للجميع.